هذا الوصفه تاع لي سيجار سنيكرز لازم تخبيوها للعيد ومناسباتكم، لانه صراحه ما كوش راح تلقاو وصفه تاع سيجار بنينه بحشو مقرمش كيما هذا. راح نخلط 125 غرام زبده طريه مع لافاني، 2 مغارف كبار سكر غلاس، رشه ملح وحبه بيض. نطلعهم مليح بالباتور ونجمع العجين بالفرينه مع رشه ملح. العجين يكون طري ما تعجنوش وخليوه يرتاح. للحشو حناخذ نص كاس كاوكاو مع كاس فويتين، 3 مغارف كبار شوكولا اتختيني، ولازم نستعمل الكرانشي تاع غوستو اللي بذوق الكراميل. نحط منه 3 مغارف كبار وابن حشوه تاع سنيكرز مقرمشه راهي واجده. نرجع للعجين اللي كان ارتاح نص ساعه، نفتحو على بابي كويسون على شكل مستطيل، نحي الزوائد بهذه الطريقه ونقيس على حجم السيجار تاعي ونقطع. من بعد نحط السيجار ونلف لفه ونص، نغلق مليح ندورهم ونحي الزوائد، وهكا رانا شكلنا لي سيجار نتاعنا. نحطهم على بابي كويسون وندخلهم يطيبوا على 180 درجه حتى يتحمروا وهما دافيين. نحيو لي سيجار تاعكم باش ما يتكسروش. عمرتهم بالحشو وننصحكم تعمروا بيديكم خير وخير. وقلاصيتهم شوكولا اولي اللي درت لها شويه زيت باش تجي تلمع. قلاصيت الحبه تاعي وبعد ما بردوا بنفس الشوكولا درت خطوط كيما راكم تشوفوا. التزيين اختياري، انا فضلت يبقاو هكا، نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا. وسيجار السنيكرز تاعي راهم واجدين، هاد الكميه تخرج لكم اكثر من 15 حبه. وهذا ما كان.